عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فطيرة كده حلوة بالمكسرات. هنقول بسم الله. معانا شوية دقيق منخولين، اي كمية بقى على حسب ما انت هتعملي، وشوية ملح، ربع معلقة ملح بس، وشوية فانيليا بما انها هتبقى فطيرة حلوة. وهنقلبهم كده، نقول بسم الله، وشوية مية عشان نعجنهم نعجن الفطيرة بتاعتنا. بس كده انا هعجن الفطيرة بتاعتي وبعدين نشوف الحشوة هتبقى ايه. دي العجينة بتاعتي اهي. هبدأ نقول بسم الله كده، نقطعها كور قد بعض عشان انا هحطهم طبقات على بعض بالشكل ده كده. على قد ما تقدري بقى تخليهم قد بعض. هقطع العجينة بتاعتي كلها بالمنظر ده، وهسيبها ترتاح شوية على بال ما اجهز الحشوة بتاعتي. خلاص احنا قطعنا الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده كده. طلعوا معايا 14 قطعة. يا ريت يكونوا متساويين كده، يعني مثلا 14 عشان هحط ان شاء الله 7 تحت، ونحط الحشو ونحط ال7 التانيين فوقيهم. معانا بقى الحشو عبارة عن شوية فول سوداني مطحونين، هنحط لهم شوية زبيب، الحشو ده بقى اختياري زي ما انت عايزة. معلقة جوز هند كده، شوية سكر، نقول ايه، معلقتين سكر بالشكل ده كده، ومعاهم شوية فانيليا. يبقى حطينا جوز هند، زبيب، فول سوداني، شوية سكر، شوية فانيليا. دي كده الحشوة بتاعت الفطيرة بتاعتي. انا كان عندي شوية برضو مكسرات اهم مع بعض، نحطهم ونخلطهم كويس. انا سبت العجينة بس ترتاح معايا كده شوية، قد 10 دقايق كده، على بال بس ما جهزت الحاجة بتاعتي وسيحت السمنة بتاعتي وحطيت لها شوية فانيليا. هنبدأ نقول بسم الله بقى ونبدأ نشتغل. من اول واحدة كده نقول بسم الله. شوية سمنة، اول واحدة عملناها قطعناها بالشكل ده كده، وهنحطها ايه على جنب. نجيب اللي بعدها بين كل طبقة وطبقة سمنة بالشكل ده. هنقول دي كبيرة شوية نحطها من تحت، ونحط دي عليها كده، ونسويهم كده مع بعض. هنعملهم كلهم بنفس الطريقة، هنخبزهم قد بعض طبقاتهم، هنحط كل 7 على بعض اهي. خلصهم كلهم بنفس الطريقة، هم 7 طبقات زي ما انتم شايفين كده. هنقول بسم الله، هنفردهم بقى. الصينية بتاعتي مدهونة بالسمنة وفيها رشة فانيليا بالشكل ده كده. عايزين تعملوا لها حرف، مش عايزين براحتكم. انا هسويها مش هعمل لها حرف بالشكل ده كده. احط بقى معلقه ايه سمنه كده حلوه في النص، وهنبدا نحط لها ايه الحشوه بتاعتها. احنا قلنا الحشوه دي اختياري زي ما انت عايزه، تحطي فيها اللي انت عايزاه. عندك جوز ولوز حطي، ما عندكيش مكسرات خالص حطي شويه قرفه على شويه سكر، وهتبقى معاكي برضو ان شاء الله 100 100. اي حشوه عندك تقدري تحطيها حطيها، ما تتقيديش باي حاجه حد بيعملها، خليكي تابعه المتاح اللي عندك. ده سوداني وزبيب وجوز هند وسكر وفانيليا. ده كده شكلها من جوه. هنبدا بقى نعمل الطبقه التانية. نقول بسم الله بس كده عشان ايدي فيها ايه سكر. نظبطها بقى كده، نظبطهم مع بعض كده، وندوس من النص عشان تطلع معاكي ايه قد بعض بالمنظر ده كده.
مفيش اسهل من كده، حاجه حلوه يعني بجد. دي تقدري تستخدميها في العشاء، تعمليها تتعشوا بيها، تعمليها للفطار، تفرحي بيها الولاد زي ما انت عايزه بقى. بس كده نبدا نسحبها كده عشان نحطها ايه على وش الصينيه بتاعتنا. اهي انا مولعه الفرن مسخناه كويس قوي. هعمل ايه بقى؟ هحطها في الفرن من تحت تتحمر، بعد كده اقلبها وارجع الصينيه في الفرن من تحت برضه. عايزه تولعي الشوايه براحتك، لكن انا هسويها كده. عايزه تولعيها تسويها على عين البوتاجاز من فوق وتوطي خالص عليها برضه تمشي معاكي. هظبطها بقى كده بس كده، ندخلها الفرن ونستنى نشوفها مع بعض هتطلع شكلها ايه. فطيره محشيه اهي، تقطعيها بقى زي ما انت عايزه، بس انا عملتها كده بس عشان ايه لما تستوي معايا ما تتنفخش. بس كده ممكن نكمل تقطيعها. مش حاجه بقى كده، هي مش واصله للاخر التقطيعه بس ايه كده بس عشان ايه ما تتنفخش وتبقى مفرغه من جوه. بس هنحطها بقى في الفرن من تحت تتحمر ونقلبها ونحطها تاني في الفرن من تحت. خلاص الفطيره بتاعتي في الفرن احمرت من تحت، قلبتها وحطيتها على الوش التاني. معايا كوبايه لبن سخنه، بسم الله. هحطها في الطاسه اللي انا كنت مسخنه حاطه فيها السمنه والفانيليا بتاعتي، وهحط لها معلقتين من السكر، معلقتين كده مليانين من السكر، وهقلبهم ادوب السكر كده مع باقي السمنه مع شويه الفانيليا مع كوبايه اللبن بالشكل ده كده عشان هسقي بيهم الفطيره بتاعتي. هنشوف السكر، عايزه شويه سكر كمان. السكر بقى ده حسب الرغبه بتاعتكم زي ما انتوا عايزين. انا حطيت 4 معالق سكر كبار مع كوبايه اللبن بالشكل ده كده. هطلع بقى الصينيه بتاعتي من الفرن. بسم الله. شايفين شكلها ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميله جميله. عايزه اقول لكم بقى ريحتها كانت قلبه الدنيا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. نتاكد بس ان السكر كله داب كده معايا. الفرن بتاعي طبعا لسه سخن، انا هسقيها اللبن بتاعي اللي فيه السكر والفانيليا وشويه السمنه دول، بسم الله. وهرجعها الفرن تاني وهو سخن، واسيبها بقى شويه كده لحد ما الفرن يبرد وهي تتشرب اللبن بتاعي ده بالشكل ده كده. حاجه جميله جدا. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. بألف هنا وشفا.